صفك صفك يا مرجان، ست زكية في الدرجان، واللي صفك أبو يعطيك توب حريق يتدلع فيك قد كده. ست زكية وحدوا الله، لا إله إلا الله، واللي عليه ذنب خطية يقول استغفر الله استغفر الله. ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الكرام. مثلنا اليوم مثل حجازي إنقال في المدن الحجازية، مكة وجدة والطائف والمدينة، والمثل عنوانه لو عرفوا حلاوة هرجته ما عايروني بعرجته. فتعالوا نسمع قصة المثل ومتى نقدر نستخدم هذا المثل، فخليكم معايا. هذا يقول لكم ولا يهون السامعين، كان في واحد ميسور الحال ما شاء الله ما ينقصه حاجة، بس كان في عيب واحد، كان أعرج، وهذه عرجته كانت مسوية له مشكلة. كانوا الناس لما يشوفوه من بعيد بيقبل عليه كانوا يتشمئزوا من عرجته، لأن عرجته كانت مرة قوية، وانعرف في المدينة وفي الأحياء باسم الأعرج. وكان هذا الأعرج كل ما يروح يخطب من بيت ناس كانوا البنات يرفضوه عشانه أعرج، ما خلى بيت ولا خلى حارة. وفي يوم من الأيام راح الأعرج بيخطب من بيت ناس، فكلم أبوها فقال له خليني أشاور البنت. فدخل عند البنت وقال لها بنتي جاك الأعرج يخطبك، خليني أرد عليه زي باقي الناس نخليه يمشي؟ قالت له لا يا أبويا ممكن أجلس معاه؟ قال لها من حقك. فنادى الأعرج عشان يجلس مع بنته، فبدأت تسأله وبدأ يجاوبها، وبدأوا يتكلموا في أمور الدنيا والحياة والدين. الأعرج هذا كان ما شاء الله عليه لبق في الكلام، وكان لسانه زي العسل، فالبنت أعجبت بكلامه فوافقت عليه سبحان الله. ففرح الأعرج وخرج فرحان، لكن المدينة والحواري كلهم صاروا يبدأوا يعايبوا في البنت، وهذه البنت اتجوزت أعرج واتجوزت الأعرج، لدرجة إن البنت اتضايقت فصارت تقول لها يا بنتي خلاص خلينا نقول له بس بطلنا. قالت له يا أمي دول الناس اللي عايروني ما أقول لهم إلا شيء واحد، لو عرفوا حلاوة هرجته ما عايروني بعرجته. وفعلا ربنا تمم لهم على خير، واتجوزوا وعاشوا حياة سعيدة وخلفوا صبيان وبنات. وهذا هو مثلنا وحكايته، وناخذ منه حكمة بسيطة يا ناس، بطلوا تشمتوا وتعيبوا في أشياء الناس، ولا تقعدوا تعايروا هذا وتحطوا في زيده في هذا، فكل واحد راضي باللي ربنا رزقه فيه، فبلاش نعير الناس على أشيائهم وعلى خلقتهم وعلى ملابسهم وعلى أكلهم وشربهم. هذا هو مثلنا، أتمنى أنه يكون وصل لمسامعكم وقلوبكم وأخذتوا منه حكمة بسيطة، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في مثل جديد من أمثال عم وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.